من أكلة بسيطة كلياتنا بنعرفها لأكلة كتير طيبة ومعها محطوطة على سفرتنا برمضان، أكلة بتجنن. دائما بنجدد بأكلاتنا وبنعمل من الأكل البسيطة أكلة كبيرة وطيبة، وفعلا بتكون وليمة كتير كتير شهية. تابعوا الفيديو ولا تنسوني من الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك فضلا منكم وليس أمرا. بتمنى تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء قد ما بتقدروا مشان قناتي تكبر فيكم. هلا رح نبلش فيها. رح نساوي مع بعض، بنجيب دلو من لبن مقدار كيلو من اللبن. انا هون معي الدلو اللي دائما اللي بعير فيه هو مقدار بسع كيليين. اخذت منه كيلو، خليت كيلو، حطيت لهم معلقتين من الكمون و4 معالق من الملح، وهلا رح اضيف لهم بالضبط قد اللبنات مسبحه. المسبحة بيجي معها طحينة، ولكن في مسبحة ما بيجي معها طحينة، وأنا دائما بحب أكتر بالمسبحة، يعني بالطحينة يكون طعمتها كتير كتير واضحة. هلا نحن شو عم نساوي؟ رح أصرنا شوية من الليمون، أخذناها شوية على السلطة وشوية على التتبيلة. هلا شو عم نساوي؟ عم نساوي فتة تسقية، ولكن الأسلوب رح يكون مختلف تماما عن أسلوب التسقية. رح نعمل منها هيك وليمة، صحن كتير كتير شهي ومتجدد بأكلاتنا. تابعوا الطريقة. هلا أنا حطيت الليمون، حطيت الطحينة، ورحت قليت شوية من لوز أو أي شي بتحبوه، صنوبر، أي شي انتو بتكونوا إياه، كاجو، أي شي. هلا أنا عملت بنفس المقلاية، حطيت شوية من الثوم المهروس ومعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من الثوم الفلفل الأحمر. رح أترك الزيت يحمى مزبوط، يصير حمو مزبوط تماما، ومنه البهارات تتقلى مع الثوم. ورح أخذ سودة الغنم، معي قطع من سودة الغنم، حطيت لها شوية من الملح وحركتها. وهلا بس اتأكد انه الزيت صار حامي مزبوط، رح نزلهم بلطف فوق الزيت عشان ما يطرطش طبعا علينا. بعدين بعد ما نزلتهم واخدوا قدحة مزبوطة عشان ما يفقسوا معي مي، حبلش احرك فيهم لحد ما يستووا تماما. هلا دائما نحن بنحطها فتة التسقية، دائما لحمة ناعمة او فستق او اي شي نوع من المكسرات، ولكن انا حبيت امزج هاي الاكلتين مع بعض، التسقية مع سودة الغنم. أكلتين كتير ظريفات وطعمتهم بتجنن، مع خصوصا حبات السودا لما تنغمس مع اللبن والحمص والتسقية والطحينة، طعمتها عن جد ما بوصف لكم إياها، طعمة بتجنن. بتمنى تجربوا الطريقة وهناك ما رح تستغنوا عنها أبدا. هلا صاروا معي جاهزين، جهزت السلطة وجهزت شوية من الخبز اللي حمصته بالفرن تحميص، ما قليته عشان ما تصير الأكل كتير دسمة، يعني أكل كتير خفيفة. ولا تنسوا إنه نحن قاليين السودا بالزيت، يعني وزيت كمية مليحة. فيكم تقولوها بالسمنة. هون أنا كنت سالقة الحمص، حطيت كمية وفيرة من الحمص الحب على الخبز، وفي قسم بدي اياه بدون خبز. هلا نزلته بصحن على جنب، حطيت الحمصات فوق الخبزات يتنبتوا بالمية اللي عم تنزل من المسبحة. وهلا رح اخذ قسم من المي تعيد الحمص اضيفها فوق الطحينة والحمص اللي احنا واللبن اللي احنا جهزناه. هيك بكون الدلو صار عندي جاهز، يعني مقدار كيليين. حركهم كتير مليح وهيك بنفس الوقت دفيو. هلا بنزلهم فوق الحمصات، بحط كمية وفيرة عشان دائما يغرسوا لتحت، ينزل حباء صوص الطحينة مع اللبن لتحت على الأسفل، ويتدلل مع الحمص ويصير طعمته بتجنن. وينك يا سودا؟ تعالوا نشوف هلا سودة الغنم شو صار فيها. طعمتها ما بوصف لكم اياها، طعم كتير بتجنن فوق الخيال يعني. هلا رح نجهزها. جهزناها، انا هون زدتها زيت، حسيتها بدها زيت اكتر، كمان زدتها ورح انزلها فوق المسبحة. طعمة يعني كل شوي بقلكم طعمة عن جد رائع. هلا صار الفيديو جاهز، الطعمة ولا اروع من هيك. بتمنى تجربوا الطريقة، ولو لسه مو مشتركين بقناتي بتمنى منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك فضلا منكم وليس امرا. وكمان بتمنى تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء قد ما بتقدروا مشان قناتي تكبر فيكم. جهزناها وحطينا شوية من المكسرات اللي نحن قليناها، وهيك صار فيديو صار معنا جاهز. أطيب طبخة أو أطيب هيك وليمة تنحط على السفرة صارت جاهزة. وأتمنى أشوفكم وصفات جديدة وحلويات، وسلام.